السلام عليكم حبايبي الغاليين، عيد فطر سعيد عليكم وكل عام وانتم بخير. النهاردة هنعمل طريقة كحك العيد الدايب بكل أسراره اللي محدش بيرضى يقولها. بس قبل أي حاجة اعملوا لايك واشتراك ووصلوا الفيديو ل100 لايك، واكتبوا أي كومنت لو عجبكم أو ما عجبكمش علشان ساعدونا دايما على التطور. ويلا بينا نشوف طريقة كحك العيد الدايب بتاعنا. اهو زي ما انتم شايفين كده بيدوب بيدوب بطريقة فظيعة حلوة قوي وهيعجبكم. يلا بينا. هنحتاج كيلو من الدقيق، هنحط عليهم معلقة ونص من البيكنج باودر، معلقة ونص صغيرة، معلقة من ريحة الكحك. لا، لو متوفرة، مش متوفرة بنحط فانيليا عادي. ودي معلقة صغيرة من الملح. بقلبهم كلهم مع بعض. لو متوفر عندنا لبن بودرة ممكن نحط معلقتين. هنحتاج على كيلو الدقيق 550 جرام من السمنة، سمنة بلدي بقى، سمنة كريستال زي ما انتوا عايزين. باخد منهم 4 معالق من السمنة، بقدحهم كويس وبحط معاهم معلقتين من السمسم وبضيفهم. اهو بقلب بقى كويس. احنا بنشتغل سخن وبارد، يعني السمنة نصها سيحناها كويس والباقي هتبقى باردة عادي. هنقلب كويس وبعدين هنجيب بقى بقية السمنة بتاعتي، بحطها في الطاسة كده وهي سخنة. هي سخنة بس هيدوبك هندوبها بس كده عشان تبقى سهلة في الدقيق معانا واحنا شغالين. اهو بعد كده هنبدأ نضيفها بقى على الدقيق بتاعنا وهنقلب. هنفضل نقلب لحد ما اتأكد بقى خلاص ان الدقيق دخل في السمنة، وهنبدأ ندخل ايدينا. ودي مرحلة مهمة قوي، يعني الجزء ده مهم قوي عشان تطلعي كحك عيد دايب دايب، يعني كل يقولك انتي جايباه منين. اهو هنبدأ نبسه كويس قوي بقى، يعني اتأكد ان الدقيق دخل في السمنة، كل الدقيق اللي معايا السمنة دخلت فيه. ودي اهم مرحلة معايا عشان نطلع كحك عيد دايب. في الوقت ده بقى احنا كنا مخمرين الخميرة، معلقة ونص من الخميرة الفورية ومعلقتين من السكر في كوباية مية، وبنضيفها على الدقيق بتاعنا بقى. في المرحلة دي انتوا هتحسوا ان الكحك باظ معاكوا خلاص. لا لا خالص، احنا هنقلب يا دوبك، بس هنلم بقى العجينة، مش بنعجن، يعني احنا بنلم بس. اهو لمت معانا وبقت زي الفل اهي. ما تخافيش خالص، يعني مفيش حاجة تخوفك. اهو هنبدأ نختبرها بقى، ناخد كورة كده وبنحط صباعنا فيها في النص. لو شققت معاكي هتبقي محتاجة سمنة، ممكن نضيف عليها معلقتين من السمنة، طبعا بيختلف كل دقيق والتاني، لكن هي هنا مشققتش معانا وكانت مظبوطة. هنكوره بقى ونحشيه زي ما احنا عايزين، نحشيه ملبن، نحشيه عجوة، زي ما احنا عايزين. انا حشيته ملبن وعملناه كور وعملناه بالبصامة دي، وبندخله على درجة حرارة 150 لحد ما يستوي معانا، يعني ياخد لون بس. وبيطلع بألف هنا وشفا. متنسوش تعملوا لايك واشتراك.